هذا النص الذي بين أيدينا يذكر لنا تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وهيللا. والتسبيح أن يقول المؤمن سبحان الله، والتحميد أن يقول الحمد لله، والتكبير أن يقول الله أكبر، والهيللة أن يقول لا إله إلا الله. هذه التي ذكرناها هنا إنما هي طريقة أعطاها لنا الشرع وأبان لنا فيها عن إفصاح ما يكون من علاقة بين المخلوق والخالق. إذ ذكرنا مرة مضت أن الناس يتفاوتون في البلاغة، ويتفاوتون في الإفصاح، ويتفاوتون في الإبانة. وربما كان الرجل أيام نزول الوحي منهم من كان ينثر ويشعر، يتكلم بداهة بالكلام الفصيح، والعرب كانت تتكلم بداهة، إذا تكلمت بالنثر أسجعت، وإذا تكلمت بالشعر نظمت فأبدعت. وقد رأينا في كثير من الأقاصيص أيام الجاهلية كيف كان العرب يتكلمون على البديهة. كانت جليلة بنت مرة التي قتل أخوها زوجها، أخوها جساس ابن مرة، وزوجها كليب حامي مواقع السحاب الذي كان من تغلب. وقالوا بأنه قد وقعت ناقة لامرأة تسمى البسوس في حمى كليب. والحمى كما هو معرف عندهم هو المكان الذي إذا خطه زعيم أو سيد قبيلة لا يجوز لأحد أن يقترب منه. اقتربت ناقة البسوس اقتربت من حمى كليب ودخلت فيه، فاستغاثت المرأة بجساس، فأخذت الحمية جساسا فقتل كليبا. ولما قتله وجدت المرأة نفسها بين نارين، بين أخ قاتل وزوج مقتول، وهذه مشكلة ما بعدها مشكلة. فقالت أخت القتيل رحلوا جليلة عنا، هذا كلامهم العادي الذي يتكلمون به. قالت رحلوا جليلة عنا فهي أخت قاتلنا وشقيقة واترنا. فردت عليها جليلة قالت لها أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها؟ ما يكون هذا من الحرة. ثم رحلت فاستقبلها أبوها مرة، قال لها ما وراءك يا جليلة؟ قالت له ثكل العدد وحزن الأبد وقتل حليل، أي زوج، قتل حليل، وترقب الأخذ من الثأر، وترقب قتل أخ عن قليل، أي أن الثأر سيقتله لا محالة. ثكل العدد وحزن الأبد وقتل حليل وترقب قتل أخ عن قليل. قال لها أو يمنع ذلك كرم الصفح وإغلاء الديات؟ قالت له أمنية مخدوع ورب الكعبة، أبي البدن يعني بالإبل تترك لك تغلب دم ربها أي سيدها. ثم أرسلت رسالة شعرية إلى أخت كليب القتيل تقول لها يا ابنة الأقوام إن شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي، فإذا أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي. فعل جساس على وجدي به أي حبي له قاسم ظهري ومدن أجلي، هدم البيت الذي استحدثته وانثنى في هدم بيتي الأول، يا قتيلا قوض الدهر به سقف بيتي جميعا من علي، فأنا قاتلة مقتولة. هي قاتلة لأنها أخت القاتل، قاتلة لأنها أخت القاتل، ومقتولة لأنها زوجة القتيل. فقالت فأنا قاتلة مقتولة ولعل الله أن يرتاح لي. هذا هو مستوى البيان.
الذي كان في اللغة العربية. ونحن لا نشك في أن أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام، الذي علمه ربه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. وقال له: اقرأ بسر الأكرمية، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فقرأ من غير قلم وغير دوات وغير شيخ ولا مجلس علم، وإنما قرأ بالإلهام من الله، فكان مصدر العلم الذي لا ينقضي عجائب وغرائب. وشوقي رحمه الله يقول فيه: تبدى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوعت الرقابة، لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابة، فكان على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والشعاب. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، وما بلغ الفصاحة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. إذا لم تكن أنت مصدر البليغ فهو ليس ببليغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان الأفصح. ولهذا فلا عجب أن تجدوا هذه البلاغة المفصحة التي يسميها العرب جوامع الكلم، ويعرفونها كما عند الجاحظ وغيره بأن جوامع الكلم هي الكلمات قليلة عدد الألفاظ كثيرة عدد المعاني. هذا معنى جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد أوتي جوامع الكلم، في دلائل النبوة للبيهقي قال: وقد أوتي جوامع الكلم يقول القول فصلا لا زيادة فيه ولا نقص. وهذه تعتبر مزية إبلاغية إفصاحية لا تتأتى لكل أحد، بل إنهم أحيانا يقفون عنده حيارى. يقول له سيدنا أبو بكر وقد سمعه مرة يكلم بعض القبائل بلسانها، قالوا: يا رسول الله، نحن عشنا معك ونسمعك تكلم بعض القبائل بما لا نألف ولا نعرف. فكان رد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أدبه علمه، وفعلا علمه ما لم يكن يعلم. هذا إلهام من الله تعالى، والصحابة كانوا يعلمون هذا، فكانوا إذا ما سألهم هو عن سؤال يقولون: الله ورسوله أعلم. ما كانوا يتجرؤون على الإجابة، لأن وإن كانت الإجابة ظاهرة العرفان معلومة الدلالة، إلا أنهم يتأدبون مع مقامه ويعلمون أن الإجابة ما دام قد سأل عنها فهي غير موجودة عندهم، ولذلك يقولون له: الله ورسوله أعلم. وأحيانا يقولون: الله ورسوله أعلم وأحكم، يعني أنه هو الذي تؤخذ منه المعرفة، تؤخذ منه المعلومة. فها هنا قال بأن ما يمكن أن يكون من تسبيح وتحميد وتكبير إنما هو وصل بالذكر مع الله، والتسبيح والتحميد والتذكير إنما هو توطئة للكلمة الجامعة، وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن أهم ما فيها هو كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، هذه التي يختم بها المعنى. فالحقيقة أن كل تكبير وكل تسبيح وكل تحميد آيل إلى وحدانية الله، إلى توحيد الله، إذ لو لم يكن واحدا في ملكوته لما كان لنا أن نكبره، فهو أكبر من كل شيء في واحديته، وهو محمود بكل معنى الكمال لأنه الواحد، لا إله غيره، الإله الذي يهيمن على الكون، وهو يستحق منا أن نكبره ونحمده ونسبحه لأنه يستحق ذلك لذاته ولصفاته. هب البعث، يقول أحدهم: هب البعث أي يوم القيامة لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرم، أليس من الواجب المستحق ثناء العباد على المنعم. هب أن الرسالة لم تأتي وأن الآخرة ما ذكرت لنا،
أليس الله تعالى في ملكوته يستحق منا بما أنعم علينا وما أوجدنا وما أعطانا أن نكبره ونسبحه ونحمده؟ نحن مطالبون بهذا. لا إله إلا الله هذه التي هي خلاصة الخلاصة. ويقول بعضهم إنها تحوي الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أجاب. والله هذه هي علم، يقول الموحدون، علم على واجب الوجود بكل معنى الكمال فيه، فهو الذي سمي به الله تعالى في جلاله. ما سمعنا أحدا تجرأ وقال إنني الله، ما قال أحد هذا. حتى فرعون لما قال بأنه ادعى الألوهية قال ما علمت لكم من إله غيري، ولم يقل أنا الله. ونمرود قال أنا أحيي وأميت، ولكن ما قال أنني أنا الله. هو ادعى شراكة لله تعالى في فعل من الأفعال وصفة من الصفات، ولكنه ما قال الله. هذا الله تعالى الذي لا سمي له، لا أحد يدعي أنه الله. فكأنهم قرروا بأن كلمة الله في لا إله إلا الله هي الكلمة المركزية، هي الكلمة الأساسية، إذ لا إله لا يجوز الوقف عليها. لا يجوز أن نقول لا إله، هذا من الوقف الممنوع. إذ لو أنني قلت لا إله كنت قد حققت للملحدين ما يريدون. وقد بدأ كارل ماركس كتابه رأس المال كتبه بقوله لا إله والحياة مادة. هو يقول هذا، أي لا يعترف بوجود إله على الإطلاق. لكن الله تعالى أرادنا أن ننفي وأن نثبت، فنحن ننفي الألوهية عن سواه. لا أحد يكون إلها أبدا، لأنه الوحيد المدبر للكون. لو كان فيهما آلهة إلا الله، وهنا السماوات والأرض، في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه لا يحق أبدا أن يكون للدنيا خالقان، ولا أن يكون لها مسيران، ولا أن يكون لها إلهان. فالله تعالى متفرد بوحدانيته وهيمنته على ملكه بإرادته كما يشاء، لا معقب لحكمه، لا معقب لكلماته، لا أحد يشاركه، ليس له كفؤا أحدا كما في سورة الإخلاص، لا كفؤ له ولا أحد يماثله ولا يشابهه. فلا إله إلا الله هذه هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي العروة الوثقى كما عبر لنا نص الحديث. فهي إذن تحمل من التسميات هذه المعاني. نبينا عليه الصلاة والسلام قال لنا في حديث صحيح: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهي إذن لها أفضلية ولها قيمة ولها شأن. أما قوله لا شريك له، لا إله إلا الله وحده، أي أنه الوحيد في ملكه لا أحد يشاركه. لا شريك له هو نفي لقول العرب، وهم يلبون في جاهليتهم يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، ملكته وما ملك. وهم يقصدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه الأصنام التي كانوا يرون بأنها توصلهم إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يرون هذا. فهو يقول وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني لا يجب عليكم أن تدخلوا أحدا في أي جزئية من جزئيات المشاركة لله في ملكه أو تدبيره، لا يجوز هذا على الإطلاق. وحد الله توحيدا خالصا ممحضا ظاهرا واضحا صافيا كما ذكره الله لك، ونحن نوحده. وبعد ذلك لا شريك له نقول بأن له الملك، وهنا له الملك، له الخلق، وله الملك، له التصرف في الكون، وهو الذي يملك التكليف، وهو الذي يملك الهداية، وهو الذي يملك الإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو صاحب الأمر كله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل شيء تصرفه بيد الله تعالى الخالق. ولهذا اعتقادنا يقول إنه له الملك، أي له التصرف في المخلوقات والكائنات والموجودات، يتصرف فيها إيجادا وعدما. وهو الذي أعطانا قاعدة في خلقه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن أمره كما يقول الإمام الشافعي بين الكاف والنون، في لحظة إذا أراد أن يكون، حتى أنه عبر لسيدنا سليمان مع عفريت من الجن قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والآخر الذي عنده علم من الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا الذي عنده علم من الكتاب استمد القوة في هذه الومضة القصيرة التي يقع فيها منه ذلك الفعل، وهو الإتيان بالعرش من اليمن إلى فلسطين قبل أن يرتد إليك طرفك، وقد رآه مستقرا أمامه كما وعد هذا صاحب الكتاب. فما بالك بمن أمد؟ هذا من مد كان له هذا التصرف، فما بالك بمن أمد من فعل هذا؟ فإنه يكون أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم بعد ذلك قال له الحمد. له الحمد ها هنا تؤخذ على الإطلاق، تؤخذ على الإطلاق، بحيث أن الحمد هو الثناء على الله بما هو له أهل، بما يستحقه. وقد قلنا من قبل أن الله تعالى اختصر المسافات على اختلاف القدرات الإبلاغية والإفصاحية، وقدرات الإبداع والكتابة والإنجاز والتحرير والخطابة والبلاغة والإبانة. فجعل لنا، كانوا يقول لنا يا من تختلفون في طرائق حمدي اعلموا أن أفضل ما تتقربون به إلي شكرا واعترافا إنما هو قولكم الحمد لله. والحمد لله هذه تكفي لأنها كلام الله، فأنت تخاطب الله تعالى وتحمده بكلامه، وهو علمك واختصر لك الطريق، لأنك أنت ببلاغتك لا تستطيع أن تثني عليه كما ينبغي لجلال وجهك، كما قال النص: الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الوصول إلى أن يكون الحمد كما يليق لجلال وجهه وعظيم سلطانه مسألة كبيرة. فالله تعالى قال لك لا تتعب نفسك، قل الحمد لله رب العالمين، أو لله الحمد كما قلنا في هذا المعنى، فإنها تصل لك، تصل بك، وتصل إلى ما أراده الله تعالى منك. فهو له الحمد على الإطلاق. والقرآن عبر عن هذا كثيرا، ما ورد الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وورد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. له الحمد الذي خلق السماوات وأوجد الأراضين وأوجد المخلوقات والموجودات، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. هذه نصوص من القرآن الكريم. بل إن الله تعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالله تعالى إذن له خصوصية أن يملك دون منازع، وهو المالك بالإطلاق، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين في الرواية الثانية، فهو ملك ومالك. إذ كثيرا ما يكون الإنسان ملكا فيملك، وقد يكون مالكا وليس ملكا، فالله تعالى ملك ومالك، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. وهذا المعنى الذي نراه ها هنا يؤول بنا إلى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم وهو على كل شيء قدير، في هذا الدعاء الذي علمنا إياه، وهو على كل شيء قدير. قدير في كل ما ذرأ وبرأ، ما خلق من الموجودات والكائنات
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تند عنه ناصية، ولا تتأبى عليه مخلوقاته. والدليل على ذلك أننا نراه لما وضع الشمس في الوجود، ووضع القمر الموجود، ووضع الكائنات مما هو معهود، وضعها ولا شيء منها تأبى منذ خلقه الله تعالى إلى يوم القيامة. ما تأخرت الشمس عن موعدها، ولا تأخر القمر عن طلوعه ولا عن أفوله، ولا تأخر الليل ولا تأخر النهار، وإنما كل شيء مضبوط. والكواكب التي تسير في الفلك ملايين إذا لم نقل ملايير من النجوم والكواكب التي تملأ الكون كله، وهي تسير في أفلاكها ومواقعها، ولكن لا شيء منها يمكن أن يتأخر لحظة أو خطوة عن مساره الذي رسم له، وعن الأمر الذي تلقاه، وعن الحكم الذي حكم له به. كل شيء يسير برتابة عجيبة وبحكمة غريبة، وشاء الله تعالى أن يعطينا هذا المعنى، لأنه يقول لنا بأنه لا قدرة للمخلوقات على أن تفعل ذلك. كل من ادعى كذب، كل من ادعى كذب. الذي ادعى ألوهية أو ادعى قدرة أو ادعى خلقا يعطينا البينة والبرهان على أنه فعلا فعل ذلك. الله تعالى بينات عمله وخلقه وصنعه شاهدة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هي الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا بروائع الآثار والأخبار. من شك فيه فنظرة في ملكه تمحو أثيم الشك والإنكار. من كل رائعة البيان كأنها أم الكتاب على لسان القاري. دلت على ملك الملوك فلم تدع لأدلة الفقهاء والأحبار. هي دالة بنفسها، علامات الصنع في الوجود دالة بنفسها على قدرة خالقها. فالله تعالى إذن كل شيء يدل على أنه الخالق، ولا أحد يمكنه أن يضاهيه ولا أن يشاركه ولا أن يطاوله، بل هو قادر على ما ظهر وما لم يظهر، وما وجد وما لم يوجد. هذا الذي يظهر لنا نحن بأعيننا الباصرة. نبصر شيئا قد يكون في مجال الرؤية، وربما نبصر شيئا بالآلة المكبرة كالتلسكوب مثلا الذي نرى به الكائنات والأفلاك، ولكننا نرى ما يكون في مجال الرؤية المحدودة. هل معنى ذلك أن ما نراه هو الكون؟ قالوا لا، ليس ذلك. ما نراه إنما هو ما يقع عليه مجال رؤيتنا. ما وراء ذلك مخبوء لا نعلمه، لكن لا نقول أنه غير موجود. نحن لا نراه ولكنه موجود. والدليل على ذلك أنه لو كان هناك أفق أنت تراه وترى ما فوقه، لكن إذا غاب الأفق وامتدت المسافة وهناك جبال وهضاب وبحار وما إلى ذلك، فإنك لا ترى ما وراء مجال بصرك. بصرك محدود. فما وراءه لو انتقلت من مكانك إلى مكان يبعدك بآلاف الكيلومترات ونزلت هناك، لوجدت أن ما لم تكن تبصره يبصر الآن، لأن مجال رؤيتك اقترب منه فدخل تحت مجال الرؤية. هل يوم أن لم تكن تراه وأنت واقف في نقطة انطلاقك ولم تكن ترى ذلك المجال، هل نقول إنه غير موجود؟ إنه موجود ولكننا لا نراه. فإذا أراد الله تعالى أن يري عبده أزال عليه ذلك الحجاب الذي يمكنه أن يبصر ما وراءه. وقد وقع للنبيين، ووقع للنبي عليه الصلاة والسلام، ووقع لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: يا سارية الجبل. يوم أن قال هذا وكان سارية في معركة في الشام، وكاد أن يجهز على جيشه لولا أنه سمع صوت عمر من المدينة المنورة. سمعه: يا سارية الجبل، يعني التجئ، اجعل ظهرك إلى الجبل. فالتجأ إلى الجبل فنصره الله. ولما جاء إلى المدينة سيدنا عمر كان قال هذا وهو على المنبر في صلاة الجمعة، قالوا، وقيل في غيرها.
فكان قد قالها على منبر رسول الله في المدينة المنورة، ولما قالها واصل الصدى لأن الله تعالى أزاح ذلك الحاجز الذي يكون موجودا بين الصوت في المجال وبين المجال البعيد، فوصل الصوت بمعجزة كرامة كانت لسيدنا عمر، لأنه ما بعد النبوة الكرامة، وأثبتا للأولياء الكرامة. الكرامة تكون للولي والمعجزة للنبي. فالنبي يقال لما يفعله خارقا للقانون المعهود يقال له معجزة، وما يفعله غير النبي هو كرامة وليس معجزة، لأن المعجزة لا تعطى إلا للنبيين. فإذا المجال يمكن أن يخترق، والمسافة يمكن أن تقرب، والله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، ويمكنه أن يخرق لك القوانين إن أراد، ولكن هذا قد خص به المرسلون والأنبياء، معجزات تقدم إلى أممهم. فها هنا يقول غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ها هنا كثيرا ما تردد هذه العبارة. هذا الغفران إنما هو غفران الصغائر وليس الكبائر، وقد أشرنا إلى هذا مرة مضت. الناس لا يجب أن يغتروا، ليس على الإنسان أن يفعل الكبيرة فيقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يقتل النفس ويرتكب الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويعيث في الأرض فسادا، ثم بعد ذلك يقول إن ذلك سيغفر بلا توبة. هذا ليس موجودا، وإنما الله تعالى وضع لنا نظاما للعقوبات حتى ترتدع النفوس الشريرة ولا تنطلق في الأرض مفسدة فيها بما لا يصح شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا دينا. ولذلك كثيرا ما نجد أن الله تعالى يحاسبنا على الخبايا والخفايا. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الله تعالى يعلم خبيئة نفسك، ما توسوس به النفوس، ما ينزغ به الشيطان، ما تحدث به النفس، يعلمه. فإذا كانت هناك توبة صادقة قبل الله منك، وإذا لم تكن هناك توبة صادقة فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لا أحد يمكن أن يغيب عن علم الله.